السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة الشيف محمد سلام. النهاردة يا شيف لو أنا عايز أعمل شوية لحم مندي على طريقة المطاعم اليمنية، نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونتابع الفيديو مع بعض واحدة واحدة علشان نعمل شوية رز جمال زي دولت مع كتف أو لحم الخروف على الطريقة اليمنية. وده المندي بتاعنا، ومع بعض خطوة خطوة إن شاء الله هنعرف إحنا هنعمل إيه. نتابع الفيديو مع بعض. عندي كتف لحمة ضان اهوت، كتف خروف متقطع متشرح زي ما انتم شايفين كده. بشرحه بالسكينة بتاعتي وبحاول إن أنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط شرحته تشريحة كويسة. عندي التوابل السليمة بتاعتي، ورق لورا، في حبهان، في قرنفل، في فلفل اسود حصى، في قرفة خشب، عندي الماء السخنة بتاعتي، عندي جنزبيل، عندي توم، عندي الليمون الدراي. ببدأ ان انا بسخن مية بتاعتي وبخليها تغلي. انا بعمل لكم المندي ده يا جماعة بالطريقة اليمنية على طريقة البيوت، طريقة سهلة لكل ست بيت. ومع بعض واحدة واحدة هنشوف هنعمل ايه. اهو مش قادرين نشيل الكتف من البولة بتاعتنا، هنحط بحاله كده زي ما هو، مفيش مشكلة. حطيت الكتف بتاعي في الحلة اللي فيها مية سخنة، ببدأ انزل بالتوابل السليمة بتاعتي. طبعا بعد ما بنزل بالتوابل السليمة بنزل بالبصل والثوم والجنزبيل، وعندي طماطمتين هحطهم كمان شوية. ببدأ ان انا ببهره واتبله، بديله كركم، بديله توم بودر، بديله معلقة جنزبيل بودر، مم. بديله معلقة فلفل اسود، بديله معلقتين ملح، وبغليه غلوة صغيرة كده، بخليه يغلي كويس. وبعد كده ببدأ ان انا اهدي عليه النار. اللحمة ما بتحبش النار زيادة، كل ما كانت النار هادية كل ما اللحمة استوت بسرعة. وببدأ على بال ما اللحمة بتاعتي تستوي ببدأ ان انا بعمل لها تتبيلة كده كويسة علشان تاخد منها. في عنده كركم، توم باودر، بصل باودر، في جنزبيل، في زعفران، في توم، عصير ليمون. في عندي اللي ما اقدرش استغنى عنه في تتبيلة المندي، الزبادي. ببدأ ان انا بخلط المكونات دي كلها مع بعضها وبنزل عليها طبعا عشان اللحمة بتاعتي لما تطلع اتبلها ويكون طعمها افضل وافضل. وببدأ ان انا بدي زعفران، لو ما عنديش زعفران اللي هو البودرة بتاع الزعفران زي ديت بجيب لون اصفر. لو ما عنديش لون اصفر يا شيف بجيب الزعفران اللي هو التاني، بس طبعا ده غالي، بغلي منه ورقتين تلاتة. وببدأ ان انا احرك الخليط مع بعضه كده كويس. خلاص اللحمة بتاعتي غلت كويس اهيت، الطماطمتين اللي كنت قلت لحضراتكم عليها اهيت. ببدأ ان انا بنقع الرز بتاعي. انا عندي حوالي 3 كيلو رز بسمتي، بغسله غسلة كويسة مرة واتنين وتلاتة، وبسيبه في المية يتنقع حوالي نص ساعة. خلاص اللحمة بتاعتي استوت لدرجة ان العظم بدأ يطلع من اللحم. هبدأ ان انا اشيلها دلوقتي، اطلعها في الصينية بتاعتي واتبلها التتبيلة اللي انا قلت لكم عليها. وابدأ ان انا ادعك في اللحم بتاعي في التتبيلة في كل مكان. وهنوريكم دلوقتي مع بعض ازاي احنا بندخن اللحمة مع الرز في حلة واحدة. طبعا انا مش هعمل الطريقة التقليدية اللي هي بتتعمل النهاردة، هتكون بطريقة مختلفة شوية، بس في الاخر نفس الطعم ونفس الناتج ان شاء الله. ويا رب تعجب، وان شاء الله تعجبكم. واحنا دايما بنحاول نسهل عليكم، ما بنحاولش نكون معقدين وصعبين، بنحاول دايما نسهل كل شيء. بدعك اللحم بتاعي بالراحة كده، بعمل لها مساج صغير بالتتبيلة او الخليط بتاعي اللي انا عملته في كل مكان. وببدأ ان انا اشوف اي حامل ولا اي قاعدة احط عليها اللحمة. انا اشوف دلوقتي السلفر غالي وما عنديش سلفر، وانت هتقعد تقول لنا حطوا سلفر تحت وحطوا سلفر فوق واعملوا طبقة هنا وطبقة هنا. انا هريحكم خالص من موضوع السلفر ده، عشان كده خالص احنا بنسهل عليكم الفيديو. خلاص المية بتاعتنا غلت اهيت بعد ما شلنا منها اللحمة. طبعا المية ديت يا جماعة شوربة لحمة ضاني 100%.
ببدأ عشان أأمن نفسي بشيل منها شوية مية، عشان لو حس إن هي زيادة. أنا كانت عندي كمية المية زيادة، شلت منها شوية بصراحة أهو. ببدأ أحط الرز بتاعي وبعاير الرز على منسوب المية. بحط الرز بتاعي اهوت، واظبط الرز بتاعي على منسوب المية. ادي ال3 كيلو رز بتوعي حطيتهم كده تمام. ميتي مظبوطة والدنيا تمام معايا. بدوق الملح بتاعي، لو الملح بتاعي مظبوط والتوابل مظبوطة تمام. مش مظبوط ببدأ ان انا اتبل تاني. طبعا انا دقت الملح بتاع الرز لقيته مظبوط طبعا من اول مرة. دول شوية البيوم كان الشوربة كانوا عندي زيادة، بركنهم برضو بحيث لو انا احتجتهم اشغلهم في اي شيء، اعينهم في التلاجة اعمل بيهم رز تاني في اي وقت. وببدأ انا عندي هنا حوامل طبعا في الشغل. الحامل دهوت بحطه في قلب الرز، وبحط اللحمة بتاعتي عليه. مش هحط في السلفر ولا احط اي شيء خالص. ظبطت الحامل على الرز بتاعي اهوت، وبحط حتة اللحمة بتاعتي عليه اهو زي ما انتم شايفين. بظبطه واحدة واحدة. ببدأ ان انا اولع حتتين الفحم بتوعي اهو. طبعا الفحم متاح في اي بيت. بجيب علبة ألمونيوم زي ديت، لو ما عنديش علبة بجيب أي طبق أي شيء أحطهم فيها. حطينا الطبق الألمونيوم بتاعي بالفحم مع الرز بنفس الطريقة كده. ببدأ إن أنا بحضر الزبدة بتاعتي أو الزيت أو أي مادة دهنية عندي تخلي الفحم يدخن، وببدأ إن أنا بحطها على الفحم كده بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها، معلقة أو اتنين. هوبا، الفحم بتاعي دخن. يلا بسرعة نغطي الحلة بتاعتنا علشان أنا عايز الدخان ده كله يملالي الحلة. بغطي كويس واسيب الرز بتاعي لمدة نص ساعة يكمل سوا. طبعا الرز بتاعي بعد ما كمل سوا اهوت، وحتة اللحمة بتاعتي بقى شكلها جميل ودايبة دوب وعاملة زي الزبدة. حاجة روعة وريحتها جميلة، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم إن شاء الله بأسهل طريقة. ببدأ إن أنا بغرف دلوقتي الرز بتاعي مع اللحمة. طبعا أنا جهزت له شوية مكسرات، أي مكسرات متاحة عندي بجهزها له. عندي شوية بصل فرايد، عندي شوية كزبرة خضراء بحطها على الوش، عندي أي شيء. وطبعا ده بيتقدم مع صوص الرايتا والدجوس وأي صوص انت عايزينه. وإن شاء الله نعمل لكم الصوصات في فيديوهات تانية، ونوريكم ايه الصوصات اللي بتتاكل مع البرياني والمندي والكبسة. وبكده إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، شايفين اللحمة دايبة ازاي. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، ده بيفرق معانا كتير. واستنونا في فيديوهات تانية كتير. ولو في اي شيء محتاجينه اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله بنكتب الوصفة وبنكتب كل شيء في صندوق الوصف. ونقدر كده نقول لكم السلام عليكم. كان معكم الشيف محمد سلام.